ننتقل إلى أحدى أجمل وجوه شاشة السينما المصرية والعربية. مين هي جايال؟ هي فعلا نجمة مميزة فادي، وحتى تعرفنا عليها أكثر وتخبرنا عنها بدي أدعي على المسرح الإعلامية هدى الأسير. مساء الخير. الفنانة اللي استقبلتنا بكل حفاوة ببيتها بمصر ما كانت مجرد ممثلة قدمت أدوار متميزة بزمن الفن الجميل، بل أيقونة من السحر والجمال اللي ورثتهم من جذورها الفرعونية الممتدة ل7000 سنة من الحضارة الزاخرة بالفنون. هي فنانة علقت بوجدان الناس وتركت بصمة بكل دور لعبته. باختصار هي مزيج من الشخصيات الحلوة اللي أسست لعرش نجوميتها وخلتها بذاكرة الناس رغم غيابها وسفرها للولايات المتحدة الأمريكية اللي ما قدرت تاخدها، فرجعت حاملة حنينها وتاريخها الفني لأرض الكنانة. هي لبنى عبد العزيز، عاشقة التراث العربي الأصيل والمتمسكة بسماع أغاني أم كلثوم كل ليلة، والحزينة للحال اللي وصل له الفن العربي بعد ما كان على أيامها رسالة وهدف. من هالمنبر مننحني لك بكل احترام ومنقول لك شكراً على مساهمتك بإثراء المكتبة الفنية العربية اللي راح تضل شاهدة على تاريخك الفني العريق. لبنى عبد العزيز، مكرمة في مصر. بشكر بالذات اللجنة اللي هي لجنة الزمن الجميل إنها اعتبرتني واحدة من الزمن الجميل. مبروك مبروك مبروك. خلي بالك دي أول مرة هتفرج عليه ولازم يكسب. أنت مش عارف معزته عندنا ولا إيه؟ أخي تاتون ابن أتون إله الشمس أبويا. وبشكر كتير دكتور هراتش إنه هو جاء لغاية عندي وشرفني وإداني الجائزة الجميلة دي، الوسام الجميل ده. هو يعني كله فن وكله رقة وأتمنى إن فعلا أكون أستحق يعني إن أكون من الزمن الجميل.